بيقولوا كارفور عامل عروض وعامل خصومات ومنزل حاجات جديدة بقى. فانا قلت اما اخد بعض واروح. طبعا بعد ما نزلت الفيديو اللي فات كنت مجرية التصوير فيه، ناس كتير دخلت لي وقالت لي يا قمر احنا عايزينك تنزلي لنا الفيديو بطبيعته، عايزين نشوف ابسط حاجة فيه او اصغر حاجة فيه، لان الحاجات دي بتهم الناس زي الاسعار، زي ان هم يعدوا القطع اللي انا كنت مصوراها وكنت بجري، فهم ما لحقوش يشوفوا الاسعار كويس، ما لحقوش يعدوا القطع، ما لحقوش يشوفوا يعني كام حلة كام طاسة كام جريل. الحاجات دي كلها يا ولاد هتعجبكم بإذن الله في كارفور. العروض طبعا نزلت خلاص، كمان انتوا لو نزلتوا من دلوقتي على كارفور هتلاقوا الأسعار دي كلها اتغيرت، لأن عيد ميلاد كارفور خلاص تقريبا يوم السبت أو يوم الحد يا جماعة، رأس السنة 1/1 يوم الحد صح؟ تقريبا هو يوم 1/1، مش عارفة بقى يوم السبت ولا يوم الحد، تقريبا يوم الحد يا جماعة. شايفين الأسعار كويسة اهو، شايفين الحلل عاملة ازاي، الجريلات الصواني، كل حاجة موجودة قدامكم اهو. ما جريتش، بشكر كل الناس اللي دخلت لي طبعا وطلبت مني ان انا اعيد لهم الفيديو تاني، بالذات اطقم الحلل اللي عجبتهم دي، ان انا اعيد لهم الفيديو من تاني. شكرا ليكم على لدعمكم ليا، طبعا احلى اخوات بحبكم في الله. شايفين في الوان على فكرة، يعني هي الكراتين دي مرصوصة ومطلع لكم الالوان بتاعته، يعني انت ممكن تختاري اللون انت عاوزاه. شفتوا الطقم دوت طبعا في العرض اللي قبله كان اللون اللي هو الرصاصي، هنا شايفين اللون مختلف واصغر، يعني طقم اصغر من التاني وسعره اقل. هنا بقى الطقم الجامد ده، انا عاجبني الطقم ده بقى من الاخر يعني بجد، يعني عاجبني الطقم ده قوي، يعني مع ان الاطقم التانية يعني جامدة جدا وحاجات روعة، بس انا بحب الحاجه ان انا اتعامل فيها كويس، في ان انا احط معلقه استلس معلقه خشب اللي يجي في ايدي استعمله، مش يعني مش حاكمني ان انا اشتغل بحاجه معينه او بليفه اغسله الكلام ده كله، لا انا اغسله باي حاجه، مفيش حاجه تقف معايا خالص. فانا بحب الاستانلس. طبعا الشاشات هنا بقى ايه، حاجه بسم الله ما شاء الله جايبه من الاخر. والتلاجة رهيبة، التلاجة دي ضخمة. طبعا كان المعرض قفل لان احنا كنا هناك الساعة 11:30، كارفور قفل 12، فكان معظم المحلات اللي هي موجودة جوه كارفور من جوه بدأت تقفل، لان هو عامل فروع، يعني في للتلاجات الأجهزة التلفزيونات لوحدها اللي هي الشاشات لوحدها، التلاجات لوحدها، كل حاجة ليها يعني عاملينها زي محل كده. يعني انتوا أكيد ناس كتير بتروح كارفور وعارفة النظام هناك، فاحنا شفنا دول في العرض بره فعجبوني، قلت اما اصورهم كده اوريهم لحبايبي. تلاجة جايبة من الآخر بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. البوتاجاز بقى حكاية، البوتاجاز بيتكلم عن نفسه في كل حاجة، يعني في الشعلة بتاعته، في السلكة اللي عليه اللي هي الغطا بتاع البوتاجاز، اللي هي السلكة اللي من فوق دي يا جماعة، اللي هو الحامل بتاعه من الآخر، كل حاجة بسم الله ما شاء الله جامدة فيه. عجبني النظام بتاعه بمروحتين. كمان الشواية بتلف، يعني 2 شواية مش شواية واحدة، هو من الآخر بوتاجاز رهيب برضه. طبعا أسعار الفاكهة يعني في اللي بيبقى أقل جنيه من بره، يعني مش نفس السعر اللي بره، بس بيبقى أقل جنيه، يعني قولوا بقى زيه زي بره عادي يعني. والذرة دي مش عارفة الناس بتاكلها، أيوة الناس بتاكلها يا جماعة، بروكلي وكل الخضار بسم الله ما شاء الله. مصطفى ماشي تايه هنا مش عارف رايح فين، عمال يقول لي بصي يا ماما المروحة اللي هي اللي عدت دي اللي لونها ازرق ده، بقول بصي يا ماما دي مروحة دي يا ماما. بصيت عليها استغربت، يعني لقيتها ماشية بسرعة يعني رهيبة. طبعا الرز هنا واخد حقه، الرز هنا واخد حقه. طبعا انا بدأت بالحاجات المهمة الاول عشان في ناس كتير كانت طالبة ان انا اصور لها الحلل، فبعد لكم تاني برضو الفيديو، يعني هو مش كله، يا رب يعجبكم يا رب. والفيديو يطلع كده يا جماعة، طلعوا لنا الفيديو بقى شوية. قلت لكم ان التونة فيه اقل جنيه وفي 2 وفي اقل 3. الزيت العافية بقى بصوا ثابت وجوده، ثابت وجوده، بيتكلم عن نفسه من الاخر. طبعا مخللات وحاجات رهيبة.
وزي ما قلت لكم برضو الفيديو اللي فات عمو كارفور ما نسيش الستات زي ما انتم شايفين كده، ما نسيناش خالص، لازم يفكرنا بالهم كله. مظبطنا من كله من الاخر يا جماعة. كل الحاجات دي كلها نازلة جنيه. يعني في ناس بتحب تروح تعمل شوبينج، بتخش اي مول كبير ولا حاجة كده بتعجبها، بتجيب كميات بقى. واقول لكم يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في كومنت حلو ودعوة حلوة، ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب. وتنسوش تشتركوا وتعدوا على قناتي تحت كده تشوفوا الفيديوهات، يا رب تعجبكم، وتقولوا له ايه رأيكم في المحتوى اللي انا نازله بيه ده، يعني احسن من الطبيخ واحسن من الكلام ده كله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم السلام عليكم يا احلى اخوات.